أحلى صينية بطاطس ومعايا أحلى فرخة محشية ممكن تدوقوها والطعم حكاية. أنا هنا في حلة على النار حاطة معلقة سمنة على زيت، وهنزل بقطع الكبد والقوانص عشان حشو الفرخة لحد ما تاخد لون. وبعد كده أنزل ببصلة مبشورة وأقلب كويس لحد ما البصلة تصفر. وبعد كده أنزل بمعلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان بابريكا وتوم باودر وبهارات لحمة وكمان قرفة، وأقلبهم كويس. وأنزل بالرز وأقلب كويس جدا، وأنزل بالمية وأسيب الرز يستوي نص سوا. وفي طبق فيه بصلتين مبشورين وملح وفلفل وبابريكا وكمان بهارات فراخ وكمان زعتر وكبابة صيني، وقلب كويس جدا البصل بكل التوابل. وأقسم الخليط على 2، وفي صينية أنزل بنص الخليط على البطاطس اللي أنا مقطعاها، وأقلب كويس البطاطس بالخلطة وأدعكهم كويس. وباقي الخلطة أنزل عليهم بمعلقة كبيرة من العسل الأبيض، وأقلب كويس الخليط وأدعك بيهم الفرخة من جوه وبره كويس جدا وكمان من تحت الجلد. وده الحشو بعد ما استوى نص تسوية، وهحشي بيه الفرخة بالشكل ده. ودلوقتي هغطيها بورق زبدة وفويل، وهحطها في الفرن في درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص. وممكن أفتح الشواية على الفرخة لمدة دقيقتين بس، وهتطلع أحلى صينية بطاطس وأحلى فرخة محشية. بجد لازم تجربوها والطعم خرافي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. مع السلامة.